أهلا بكم. ريال مدريد بعد الهزيمة من مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وعدم التتويج بالليغا والاكتفاء فقط بكأس الملك، هذا لم يحقق متطلبات جمهور الملك ريال مدريد الذي تعود على التتويج بأكثر من بطولة في الموسم. ولكن في هذا الموسم ريال مدريد لم يقدم كل ما لديه ولجماهيره. خلال هذا الصيف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يقوم حاليا بإعداد صفقات جيدة تعزيز صفوف الفريق للمواسم المقبلة، وأيضا رحيل بعض اللاعبين البارزين عن الفريق. فاشترك في القناة وافعل حركة الاكسبلور والدعم، وهيا بنا نبدأ في سرد ما يمكن فعله ريال مدريد في هذا الصيف. ريال مدريد حتى الآن أبرم كثيرا من تعاقد حتى الآن في هذا الصيف، أبرزهم أوضحهم هو انتقال اللاعب وسط الإنجليزي جود بلينغهام من نادي بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد بصفقة قدرت ب100 مليون يورو. هذه الصفقة جاءت بعد صراع كبير مع نادي ليفربول على مفاوضات اللاعب، ولكن ريال مدريد بالمبلغ العالي استطاع أن يحسم الصفقة. وأيضا انتهاء إعارة اللاعب أيضا خط الوسط وصانع الألعاب إبراهيم دياز، من حيث تألق مع الميلان خلال الموسم الماضي، من الأسباب الرئيسية لوصولهم إلى دور نصف نهائي دوري أوروبا، فتعتبر صفقة رائعة لريال مدريد. وأيضا الظهير الأيسر لنادي رايو فايكانو فران غارسيا الذي أتى ب5 ملايين يورو، وأيضا حتى هذه اللحظة يقترب بشدة التوقيع مع خوسيليو مهاجم نادي إسبانيول وبصفقة حرة. فهل تحقق رغبات ريال مدريد في الميركاتو؟ هيا نرى ما حقق ريال مدريد أيضا في هذا الميركاتو. ريال مدريد من حيث أنه فاز ببعض اللاعبين هذا الميركاتو، ولكنه حتى الآن يصارع على بعض اللاعبين أبرزهم هاري كين مهاجم الفريق، وأيضا فيكتور أوسمين الذي بعدت بعض الآراء عن ريال مدريد، خصوصا مع منافسة كبيرة بين تشيلسي والبايرن على خطف اللاعب. وأيضا لدينا لعيب يمكن أن نسميه أن ريال مدريد دخل فيه وبقوة، ولكن يقال أن ريال مدريد ابتعد عن سباقه، وهو كاي هافرتز مهاجم نادي تشيلسي. ولكن أيضا ريال مدريد استغنى عن بعض اللاعبين في الفريق، وأبرزهم هو الحائز على الكرة الذهبية العام 2022 هو كريم بنزيما الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي بعد انتهاء عقده. وأيضا استغناء عن الثلاثي ماريانو دياز وإيدن هازارد وماركو أسينسيو عن الفريق. وأيضا هناك بعض الأقاويل تؤكد رحيل فرلان ميندي حسب بعض المصادر التي تؤكد تعثر مفاوضات تجديد عقده، ولكن ناتشو جدد. مودريتش يرفض عقود السعودية وسوف يظل ويبقى في ريال مدريد. الكلام الكثير عن إمكانية تجديد عقد توني كروس، وأيضا أندريك الصفقة البرازيلية القادمة لريال مدريد هذا الصيف. ولكن في وسط هذا الكلام يزداد الحديث أكثر وأكثر عن كيليان مبابي اللاعب الذي ارتبط اسمه بريال مدريد كثيرا، وآخرهم الصيف الماضي عندما كان هناك كثير من المفاوضات، ولكن انتهت هذه المفاوضات بتجديد عقده مع باريس لمدة موسمين. ولكن مبابي خرجت بعض المصادر وقالت إن مبابي يريد البقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولكن لا يريد أن يجدد عقد سنة إضافية حتى عام 2025. وهذا ما وضع إدارة ريال باريس سان جيرمان في مأزق حين التجديد مع مبابي، أو عندما رفض مبابي التجديد باعه هذا الصيف لكي يكسب باريس مبلغ مادي جيد بدون أن يتم بيعه الصيف المقبل مجانا لريال مدريد. فإمبابي حتى الآن بين نارين، بين الانتقال لمدريد أو إدارة باريس سان جيرمان التي تريد أن تستفيد ماديا من انتقال امبابي والخروج من النادي. ولكن الكلام ما زال مستمر. امبابي رفض أن يفصح عن أي شيء حتى الآن، وأيضا يرفض بعض الأقاويل والإشاعات حتى هذه اللحظة.
ولكن مع وجود صفقة امبابي في الحسبان يجب أن ريال مدريد أن يعزز كثير أو بعض من المراكز التي يمكن أن نقول أن ريال مدريد يحتاج فيها إلى بعض الإصلاح، وأولهم من وجهة نظري الشخصية هو بديل تيبو كورتوا. تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لا غنى عنه في الفريق، ولكن حين إصابات تيبو كورتوا أو أي شيء يحدث تيبو كورتوا الحارس لونين لا يسد الحاجة بشكل كبير، وشاهدناه يخطئ في بعض المباريات. فأظن أن ريال مدريد يحتاج إلى حارس بديل لتيبو كورتوا، وبوجود فران غارسيا المنتقل حديثا فأظن أن ريال مدريد قد وضع حلا لمشكلة الأظهرة في الفريق. ولكن في خط الوسط يمكن أن نقول أيضا أنها حلت المشكلة بوجود بلينغهام وإبراهيم دياز، ولكن حتى الآن في ريال مدريد كل السباق على مهاجم جبار في ريال مدريد يستطيع به الفريق أن يقوده جدا، بعد إن ترك ريال مدريد كثير من المهاجمين هذا الصيف. هل ريال مدريد يضع عينه على مهاجم بعينه لكي يستطيع أن يوقع معه قبل نهاية الميركاتو؟ فما هي نهاية ميركاتو ريال مدريد هذا الصيف؟ فهل يكون ريال مدريد من الفرق الممتازة التي دعمت بصفقات ممتازة؟ ما زال لدينا وقت كثير حتى نعرف ما هي الصفقات الجديدة لريال مدريد وما هي الصفقات التي على الطريق. فاشترك في القناة وخد بحاجة الإكسبلور لكي ينزل لنا كل جديد، وسنتكلم عن الفرق جميعها ونتكلم عن ميركاتو الكثير من الفرق.